السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعينا مشاهدينا الكرام، تحية لكم داخل أرض الوطن وخارج بلدنا الحبيب. فهذه الإطلالة بداية أسبوع موفق للجميع، نتمنى تكونوا في أفضل الأحوال وأنتم تستقبلون هذه الحلقة، واللي غنسلطوا من خلال الضوء على واحد الموضوع اللي نتمنى من المشاهد ومن الإخوان داخل القناة دائما. دابا غنولي نلح، غادي نبدا نقرا واحد العشرة ديال الطوب ديال التعاليق. ما كنقولش الطوب، انا عندي يعني القدره على تمييز هذا طوب وهذا ماشي طوب، اللي غنلقاها كتلامس اللب المهم ديال الموضوع. والموضوع ديال اليوم غنهضر على واحد اللاعب ترك واحد الاثر طيب في النفوس ديالنا. هذه واحد 12 عام ولا 10 سنين، نديروا 10 سنين باش نوضعكم في الصوره فقتاجه، وما شفناش منه الا كل خير. ولكن كنحس بانه تظلم وتضرر، وبقوه ما هو تظلم وتضرر غيضرنا معاه بدون ان يعلم وبدون ان يدري وعن غير قصد. عرفتوا شكون؟ اكتشفوا معنا بعد أن نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، الرحمة والمهداة للبشرية جميعا. نحمد الله ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحاج مسيو بريكولاج، البوماده الصفراء ما بقيناش نقولوها، البومبي او الاطفائي او المنقذ ما نقولوش، الحاج نصير المزراوي. اليوم حنا كنوجدوا واحد الفرقه كنقولوا بان ناخذوا المنتخب الاسباني، نسى اسبانيا باب السبته والخلافات، خليني في اسبانيا في الكره، حاكمين لازون، حاكمين الكروع على مستوى دوري الامم، البطوله الاوروبيه، كاس العالم 2010 لقب، 2026 لقب، بطوله اوروبا. داوها مع المدرب ديال بوسكي، داو مع دي لافوينتي، دوزوا مع لويس اراغونيس منتخب الهبال، جاو مع دي لافوينتي ديال بوسكي، حيدوا الصوره النمطيه ديال لويس انريكي وديال لوبيتيغي. واسبانيا هي اسبانيا. الا ناخذوا اسبانيا ريفيرونس خصنا ناخذوها في ثلاثه ديال الحوايج: نشوفوا الباركور ديالها في 20، ونشوفوا الباركور ديالها في 26، وندخلوا للامم اوروبا ونشوفوا كيفاش داتو. والمدرب اللي سهر على التوابل، وفي هاد التوابل انا كنشرح لكم ما نمشيوش بعيد، كاين لا اغوص بكم 16 عام وهذه اللي دازت، رانا غير هاد لاكوب. الا حيدتوا الماتش ديال الراس الاخضر اللي سالب 0-0، اللي هو نفس القصه، اسبانيا كتدخل كتلف بنادم، كتنوم التنويم في العسل. 2010 كتخسر مع سويسرا بهدف، ومن بعد منها كتقول لها نقطه بنقطه كيحمل الواد، 1-0، 2-0، 1-0، 2-0، حتى داو لاكوب حيد هما غاديين. اليوم كيتعادلوا مع الكابو فيردي ب0-0، ومن بعد كتسري الماشينه كيربحوا جميع المباريات، 7 المباريات داوها كلها ربحوها بحصص صغيره، باستثناء واحد الماتش اللي كانوا ربحوه ب3. بالتالي النتائج ديالهم بدليل انهم ربحوا فرنسا بجوج وربحوا الارجنتين بواحد، ماشي اقوى هجوم. وانت كتسمع في ذاك البيوت كتلقاهم جاو. باش نهضر على مسيو بريكولاج الحاج نصير المزراوي، هذا هو المدخل. تفرجت لقيت لاعب اللي هو ديال توتنهام، اللي هو بورو، اللي هو الخليفه ديال داني كارفاخال. هذا اللاعب هذا ماركا جوج، ماركا واحد بالراس وماركا البيت اللي كان ماركا على المنتخب الفرنسي بالكومبينيزون ديال التريونغل، خاصه الاندو اللي كان داروا مع داني اولمو، سلم والسليم. او هاد بورو عطى باس ماركا جوج. واحد اللاعب جاتو ريال مدريد في هذا الصيف، داوه من تشيلسي، خريج لاماسيا، اللي هو شكون؟ 3 ديال الاسبانيا الاشهر هو كاماتشو، ولكن 3 الاشهر على مستوى ليزاسيست اللي ارتبط في الذاكره ديال الاسبانيين في هذا لاكوب دي موند هو كوكوريا من البلوز ريال مدريد. كوكوريا 3 اسيست و3 ديال التمريرات مفتاحيه. القاسم المشترك ما بين كوكوريا وبورو هو مساهمين بست البيوت، هذاك الباندا في اليمين وهذاك الباندا في اليسار، فجوج ديال الاظهره مفتاحيين على مستوى التمرير ساهموا في هذه النتائج. حنا كفريق وطني باش نهضروا على المعدل ديال الاعمار ديال اسبانيا، معدل صغير، دونك خصنا نراجعوا. باش ناخذوا اسبانيا ريفيرونس خصنا نشوفوا الميليو تيران ديالها، رودري، اولمو. وشكون اللي كان معاهم رودري اولمو اللي كانوا تيديروا؟ كيجلسوا بيدري، رودري واولمو كيمشيو عند اوريا زابال، وكاين لامين يامال في هذه الجهه، باينه في الجهه الاخرى. كانوا تيعتمدوا تريونغل، اللمسه الوحيده اللي لدرجه ان بيدري جلس مزيان. اليوم حنا الدوبل بيفو اللي عندنا، تا دوبل بيفو في المستوى العالي، العينوي بوعدي ومع معز الدين وناحي، ولا كتب الله سي وزان تا هو يجي، وتكون عندنا فرقه اللي كتهرس الحجر على مستوى المليون ما نذكروش فيه. ولكن بشحال ساهم ابراهيم، بشحال ساهم حكيمي، وبشحال ساهم نصير المزراوي. نصير المزراوي ما غيساهم معك بوالو، لان نصير المزراوي غيساهم معك واحد المساهمه احسانيه، هو انه غيحمي لك الشبكه ديال بونو، وغيساهم معك واحد المساهمه عطى راسو العصا وشد لك اللعبه ديال ليكوس، هز داك الصوره اللي هز داك الجوج، ودخل مع سامرفيل ودار له لاكورس وتبعوه باش يغطي على حال، ودار واحد لي طاكل ديال الهبال مع البرازيل الحماق، مع ليكوس تستيا، ومع المنتخب ديال كندا، ومع المنتخب ديال هولندا داك الشيء. وعلما ان السي نصير المزراوي كان تيستحق في جميع المباريات، على الاقل مباراه دي رجل المباراه، البيك او الام في بي ديالو، البيك كان طالع والام في بي كان ديالو.
عطاوها الحكيمي، عطاوها الصباري، عطاوها الاناحي وما تياخذهاش. ما عليناش، حنا في التقدير ديالنا الاكثر توازنا نصير المزراوي، ولكن على مستوى الدعم والامداد ما عطاش. منين جينا لاكوب دي مون ديال 2022 كتلقى الحاج نصير المزراوي لعب 4 الماتشات والثلاثه الاخرين لعبهم يحيى عطيه الله. ملي كتجي للتصنيف ديال الفيفا عطاو لحيى عطيه الله مكلاسي 5، يعني نصير المزراوي ما تكلاساش. علاش؟ لانهم مشاو شافوا لاسيست اللي عطى سي يحيى عطيه الله اللاعب النصيري اللي طلع مع البرتغال، عطاه بنانه زوينه عاليه، طلع الاخر فوق الملاعب ديال قطر، شاف قطر، شاف العمارات وداك الشيء، هبط واحد التعبير مجازي، ورونالدو كيتفرج منبهر وماركاليت. السي يحيى عطيه الله مسيو اسيست حيت عسريه. نصير المزراوي دار دي طاكل مع الكروات ودار مباراه في المستوى العالي اللي ما كان اعتقد مع المنتخب البلجيكي، وكان على مستوى الدفاعي يعني هو كيعطي الحمو لدرجه كيتضرب في الورك ديالو، ولدرجه كياكل العصا في الظهر ديالو، ولدرجه تخلع له الكتف ديالو. غير اللي تيطلع يعطي لاسيست خاصها تخلع له رجل، خاصو تحول ليه شوفيه تعوج، خاصها انه شي الله يقدر الله شي فك ولا شي شد عضلي، ولكن هو كتلقى الكتف ديالو والضلعه ولا الورك ولا حيت كيعطي الحمو للارض. بالتالي نصير المزراوي اليوم اجاد بواحد الاجاده اللي ما يمكنش شي لاعب على مستوى العالم تخلق في الباندا في اليمين ولعبتيه في اليسار ودارها من غير نصير المزراوي. وعذروني ربما انا ما كنفهمش الكره او متتبع غير جيد لكره القدم، ولكن الحاج نصير المزراوي كظهير ايمن كخريج من نادي لاجاكس ديال امستردام ديال لو فوتبول توتال ديال الكره على قواعدها، حطوه جناح ايمن ولاعب وسط وفي اليمين، فحنا درناه في اليسار واتمر. واللي بدا له هذا الفيلم هو شكون؟ هو كان ايرفي رونار، كان تيلعب حمزه منديل في اليسار وحكيمي في اليمين، شويه جاب حكيمي في اليمين ولعبوه هو في اليسار نصير المزراوي، ورثها عليه وحيد خليل الدزيج قبل ما يوقع في منات من داك الكونفلي وداك المشكل ديال الماء، واستمرت مع وليد الركراكي. جا في الماتش ديال لو سوتو الركراكي فاش غنربحوا 1-0 قال لك غنلعب المزراوي في اليمين هو في اليسار، ما دارتش الفرقه. في الندوه الصحفيه التي عقبت المباراه اللي كان سجل من خلال ابراهيم دياز الهدف، جا وليد الركراكي قال لك ما باقيش نلعب المزراوي في اليمين، حكيمي في اليمين هو في اليسار. الكواليس اكدت لنا بان المزراوي فين ما كان تيجي مدرب عنده واحد العلاقه جميله جدا مع حكيمي، وهذا الولد لا يحتاج باش يعطينا دليل بانه رجل اباء واطار، يؤثرون على انفسهم ولو كان بمخصصه. منهم هذا الولد واخا يضحي براسو، واخا ليماج ديالو، واخا الصوره ديالو تضرر، لانه خصو يدبر على راسو حتى هو في الاحتراف. انا محترف غادي ندبر على راسي في الجهه، ومع ذلك في الجهه اليساريه فرض راسو في البايرن ميونخ، وفرض راسو في مانشستر يونايتد، وكيفرض راسو في اللاكس في اليسار مع توخيل، مع هذا المدرب حاليا ديال مانشستر مع اموريم، فين ما حطيتيه مع تينهاغ عارفينو مسيو بريكولور من المستوى العالي كما قال عليه كاريك، وكما هضر على لوي فيرديناند كيقول لك ما شاء الله ما عليناش. فكيمشي عند المدرب تيقول له خلي لي حكيمي في اليمين حيت حكيمي مشروع ديال البالون دور يضرب على راسو في الاختصاص ديالو، خليني انا في اليسار نضرب الكور فيه. الى هنا كنكونوا اتفقنا مع نصير المزراوي لاعب لا محيد عنه، وانا كنعشقو واحد العشق ما يمكنليش نقول لكم التمثل الخلقي ديالو والطريقه باش مشاو. هنا البعض يتقلق مني فاش مشى عند جاسم وقال له سجد السجود ديال الحمد والشكر، ومشى عند رحيمي فاش ضيع داك البينالتي ورجع سالم مشى شدوه، راه كيشدوها الدراري كيصيفطوها دابا في ميليكان وسجدوه السجود. وعنده واحد المظاهر ديال الاباء، واحد المظاهر اللي كتخلينا كنشعروا بانه ملي تيكون الفريق الوطني كنرتاحوا. ولكن دابا بغيت نطرح معكم واش لا بغينا نمشيو لاكوب دي موند غنخليو حنا هذا ليكيليبر ديال بحال هكا الفريق الوطني لاعبين في الباندا في اليمين بواحد اختصاص طياره ما شاء الله، اللي ماركا بيت على هايتي وعطى اسيست. لما عطى اسيست لعز الدين وناحي باش نرجع لكم المقارنه الاولى مع المنتخب الاسباني، الكوفرون اللي تيضات وعطاه الاناحي بالاريتي ومشى اناحي ضربها بنانه بضربات المخلب المغمسه في الزيت وماركا على المنتخب الكندي. هذه اللي عطى حكيمي، والبيت اللي ماركا على المنتخب ديال هايتي اللي جات الكره وفوق الخط وكملها. ما كاينش مساهمات، ما عندناش ثلاثه بحال بورو جوج وبيت، وما عندناش ثلاثه ديال لي زاسيست بحال كوكوريا. ولا مشيتي تقلب في الكره الحديثه ريال مدريد فقدت واحد الخاصيه ديالها ملي مشى لنا سالغاردو واللي كان تيلعب مع روبرتو كارلوس، وجبنا مارسيل تنهضر بحال تنقول انا هو بيريز سمحوا لي، وجابت الريال اللاعب راموس جابته من الاندلس وتيلعب في الباندا في اليمين، وحيداتو عاد جابت كارفاخال اللي كان بريتي ليفركوزن وحطوه في الكوش مارسيلو. مني مشى كارفا ومني مشى مارسيلو الريال بقى عند ميندي ولا فيران غارسيا ولا كاريراس ولا العجب المعجب وفرطوا في حكيمي. ما بقاتش القوه ديال مدريد على مستوى الاروقه اللي هي نقطه قوه. البي جي اليوم باش ديدو الشامبيونز ليغ بالشهاده ديال العباقره، تيجي حكيمي بليسي تيلعبوا انريك، تيجي داك مينديز بليسي تيلعبوا مينديش البرتغالي وحكيمي. اذا هنا كنهضروا على لارير دروا ولارير غوش، هما المرتكزات ديال القوه وديال التالق ديال المنتخب ولا ديال النادي. مزيان انا المزراوي اليوم بغض النظر على الكفاءه ديالو كنتمنى
السي محمد وهبي قلب له على شي صيغه. الا غنقولوا ما غيلعبش في اليمين الحكيمي وما غنحطوش في اللاكس بحال اللي عذبناه مع فرنسا، عندنا خصنا نقلبوا على مدافع، ما بغيتوش بقى يبريكولي يعني ما نلعبوش. كنعتقد نتمنى محمد وهبي، واتمنى محمد وهبي، واقدر في محمد وهبي بانه رجل يصغي ويصغي السمع. ما تنقولش كنفرض عليه، تبلغنا هذه الاشارات بانه كيتجاوب وكيقطعوا بعض المقاطع وكتوصل. ما عمرنا جربنا المزراوي كجناح الفوق، ما عمرنا جربناه في الجهه اللي كيلعب فيها ابراهيم دياز، والجهه اللي يلعب فيها جاسيم، والجهه اللي جاب ليها السباعي، والجهه اللي تنقولوا في الباندا في اليمين غيوليو عندنا جوج ديال البوراقان، البوراق ديال الحكيمي والبوراق ديال المزراوي. وانا مدرب فكر فيها ويدير له التوظيف اللي كان في لاجاكس، النسخه ديال زياش وديالو ديال طاديتش اللي كانت مشات حيدات ريال مدريد من الدومي فينال، من الكارت فينال ولعبت الدومي فينال مع توتنهام، تعقلوا عليها كان تيلعب جناح، وبالتالي هو مؤهل باش يلعب جناح ايمن. علاش؟ لان اليوم باش نعطيكم واحد 5 دقائق، السي نصير المزراوي سيحجب عنا واحد الوليدات اللي كناملوا فيهم كل خير. اذا اليوم الا غنطبعوا في ادم ازنو واخا تراجع المستوى ديالو من الباير ومشى لايفرتون ومشى، راه ما يمكنناش عندنا لاعب اللي البارح تنقولوا تيلعب خريج لاماسيا ادم ازنو وكنشوفوا فيه كل خير وباش نكسبوه، وادم ازنو كيشوف الجهه اليساريه مطرقها نصير المزراوي اللي هو درواتي ولعب في الكوش. وكنفتح واحد القوس كنتمنى الشفاء العاجل ليوسف بن العمري اللي تعرض للقطع بالاربطه داخل النادي الاهلي المصري. وسبحان الله العظيم الاهلي المصري يحيى عطيه الله من الوداد، الاهلي هذا من الرجل الاهلي بجوج متعرضوا نفس الاصابه، بجوج جاو من لا كوب دي موند لا كوب دافريك، وكان الاهلي يعني الخيار الغير المثالي اليوم بجوج في الشفاء العاجل ليوسف بن العمري اللي كان في اللائحه ديال الطوارئ وما لعب شيء في لا كوب دي موند. فاليوم ادم ازنو اللي شفنا فيه واحد البارقه جميله جدا، وتذكروا معي ادم ازنو راه ملي كان مع ليكيب ناسيونال الماتشات اللي لعب راه كان في المستوى العالي، راه الولد وقع له واحد الوشوك مني جا من ليكيب ناسيونال ومشى ما جات واحد الوقيته رجع المزراوي تما باش تاثر المستوى ديالو مع الباير وتاثر المستوى ديالو مع ايفرتون. الولد عنده ما يقول، بالتالي ما غنعدموش حنا الولد كرويا، الولد 19 20 عام. يوسف الخديم تفرجتوا اول امس مع الافيس مع خطافي، الفرقه ديال عبقار هو ربحوا ودخل في وسط في الدقائق الاخرى وكان في المستوى العالي. العام اللي داز لعب الماتشات كاملين ديال الليغا، والريال دايره له في لوبسيون داشا باش ما يتعاودش معاه الفيلم ديال الحكيمي. الا بغات تبيعوا الافيس الريال عندها الاولويه تاخذوا وبواحد القيمه، وكان في المستوى العالي يوسي او يوسف الخديم. ما يمكنش يكون عندنا جوج اللعابه، واحد خريج ديال لاماسيا ديال بارسلون، واحد خريج ديال لا فابريكا ولا كاستيا ديال فالدي دي باس ديال ريال مدريد، ادم ازنو ويوسف الخديم 18 19 عام، ونخليو حنا المزراوي بدا يلعب حتى 30 بمشيئه الله تعالى، بمشيئه الله. وجهه نظر ديالي المتواضعه، وحنا عندنا جوج ديال الطيار في الكوتي غوش اللي غنكسبوه من المستقبل. راه باش تكون عندك شخصيه ديال بطل العالم، الا كتحلم بطل العالم، الا كانت تهضر الله اعلم، راه خص يكون عندك الاختصاص، كل واحد شاد البوست ديالو. اما باش يمين يبريكولي في الكوش وهذا الشيء راه ما خدامش، ما كاينش هذا الشيء في المنتخب اللي كيكون متكامل متناغم اوموجين، كل واحد شاد البياسيه ديالو كيدور اللورما ديالو كدور. نتمنى تذوقوني اش بغيت نقول لكم. سينو بهذا التواجد ديال نصير المزراوي، دائما نصير المزراوي ما عمره غيطيح على مستوى ديال التنقيط العالي، وما عمر شي واحد غينقبها معاه باللغه ديال الكويريه، ما كاينش اللي غيشمى معاه في الجهه اليسريه، ولكن ما كناخذوش منه كل شيء هجوميا. واستحضرت لكم انا مع الركراكي، راه كان تيدخل بن العمري في التصفيات ديال الكان، وكانت بن العمري كيسقي الكعبي وكيسقي السيباري وكيسقي ابراهيم. ودابا نقولوا حنا بن العمري احسن من المزراوي، يقدر يسقي هجوميا، دفاعيا ما غيوصلش للربع ديال المزراوي، ولكن بن العمري ستانكوشي. وحنا ملي تنبغيو نكونوا منتخب مبادر او منتخب بغينا نتوجوا، راه ما خصناش نكونوا تنديروا كنغلفوا، خصنا نكونوا كنبادروا للهجوم، لصناعه الاهداف. وصناعه الاهداف تاتي عبر الاجنحه او ليز 7 ديال لي زاسيست، او عبر الاطراف والاروقه. ما ينديش حكيمي هادشي اللي تنقول لكم كوكوريا بورو والاجنحه اللي كطير. واش كنحاول نوصل الفكره بلا ما نادي حتى واحد. بالتالي انا اليوم خليت ازنو وخليت سيدي الخديم، هو واحد اللاعب لعب مع السي محمد وهبي هو تيعرفو كثار منا، اللي هو الزهواني ديال توارقه، اللي هو الخريج ديال الاكاديميه، بطل الشان وبطل المنتخب ديال 17 عام وبطل المنتخب ديال 19 عام، ومشى لكاس العالم مع الشيبه في 17، ومشى لكاس العالم مع المنتخب ديال 20 مع وهبي، ومشى البطوله ديال الشحا ودار كلشي داك الولد الزهواني. عجبني، ما مشاش للخليج، مشى لنادي لاجاكس ديال امستردام. هاد الزهواني تيعرفوا السي محمد وهبي وعسريه سمكه. اذا حنا عندنا الزهواني اللي ديجا كان حيد ادم ازنو من ليكيب ديال 17 مع شيبه، وحيدو حتى من المنتخب اللي كان ديال السي ديال وهبي. بالتالي الزهواني، هاد الزهواني هذا حتى هو كوشي ما بغيتش نهضر عليه. قول لي داك اللاعب اللي كان تيبكي مور راسطا، حتى هو لاعب اللي كان مع شيبه ومستوى عالي، مشى اللي كان تيلعب في لوهافر
ومشى لاسبان، مشى وقيله لجيرونا.